لو انت شايف نفسك ما بتغلطش فاعرف يا ابني ان انت مريض. لو انت شايف نفسك ان كل الناس اللي حواليك بتعمل 100 حاجه غلط وانت البني ادم اللي ربنا خلقه وما بيغلطش في الدنيا، فاعرف يا ابني ان في حاجه غلط. والله العظيم انت فيك حاجه غلط. انت لازم تقعد مع نفسك، انت اكيد بتغلط. البني ادم ما بيتعلمش غير اما بيغلط. ولو رجعت الخمس ست سنين ورا عمرك ما هتلاقي البني ادم بنفس النضوج اللي موجود فيه النهارده. فلو انت قاعد ما بينك وما بين نفسك شايف نفسك قال ايه ان انت ما بتغلطش، انا بقول لك انت مريض. والمرض ده مش هيأذي الناس اللي حواليك، المرض ده هيأذيك انت. لان انت مع الوقت كل الناس اللي حواليك مش هتقولك على اي حاجه بتعملها غلط، لان انت بقيت بتكابر والله، وشخصيتك هتبقى للاوحش مش الاحسن. فيا ابني اسمع الكلام، مش عيب انك تغلط، مش عيب انك تعاتب نفسك على حاجه عملتها، مش عيب انك تقعد مع نفسك وتقول انا غلطت. اقعد كده اعمل تمارين انا غلطان. مش عيب يا ابني، والله ما عيب. العيب وكل العيب انك تبقى غلطان وراكبك الغلط من ساسك لراسك، وللاسف شايف نفسك ان انت صح. ساعتها هتبقى فعلا مريض وعيب قوي.